استحق فستان تولر مارمو القصير اللي خامته لمعة وفيه ريش لقب فستان رأس السنة، وده بعد ما ظهرت بيه النجمة الجميلة نانسي عجرم في حفلة ليلة نجمات العرب، وغنت بالفستان جنب كل النجمات. طبعا الفستان كانت لبسته النجمة الجميلة أنغام وكمان بوسي بس بألوان مختلفة. ونشرت الفنانة نانسي عجرم على حسابها الشخصي بالفيسبوك صور لها في السعودية أثناء مشاركتها في حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة في الرياض. وظهرت نانسي عجرم بإطلالة مختلفة أثارت السوشيال ميديا، حيث ظهرت بفستان أسود طويل بدون بطانة بتصميم مختلف. كان الحفل في الرياض بتنظيم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وظهرت النجمة الجميلة نانسي عجرم وهي بترقص وبتتمايل على المسرح بشكل كبير. تابعونا دايما على قناة حكايتك عشان تشوفوا كل الجديد في عالم الفن والمشاهير. والجديد ان الفستان اللي حضرت بيه نانسي عجرم حفلها في الرياض وصل سعره ل180 ألف جنيه. نانسي عجرم متميزة جدا من زمان، من وهي لسه طفلة صغيرة وهي جميلة جدا، وإطلالاتها كلها متميزة حتى صورها القديمة قبل ما تخس وتعمل عمليات التجميل. وبتعتمد دايما من زمان وهي صغيرة على شعرها الانسيابي الناعم اللي دايما بتسيبه مفروض ومنسدل. أما عن مكياج نانسي عجرم فدايما نانسي عجرم بتعتمد على المكياج الهادي الناعم الترابي. أما عن أحدث كليباتها فنانسي عجرم آخر كليب عملته حبيبي تيجي ننبسط، وده كان في شهر 7 2023. الكليب نجح بشكل كبير جدا واتنشر على تويتر وعلى انستجرام وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل جمهورها مع الأغنية والأغنية بقت ترند. ودايما قناة حكاياتك هتقدم لكم أهم وآخر أخبار النجوم والمشاهير لحظة بلحظة. إذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.